السلام عليكم خوتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي وفي افضل الاحوال. اليوم جيتكم فيديو جديد. كيف كتشوفوا في العنوان، الموضوع ديال اليوم غيكون كيهضر على نوع من انواع الطيور اللي هو الغراب. هاد الفكره جاتني واحد النهار، كنت جالسه في السطح وشفت واحد الطائر اسود في واحد الشجره، وعنده واحد الصوت غريب. ملي سقسيت الاب ديالي على الاسم ديالو، قال لي هذا اسمه الغراب. قلت ندخل جوجل ونفتش عليه ونفتش على معلومات عليه ومميزات ديال هاد الطائر هذا، حيتاش ثار الانتباه ديالي بديك اللون الاسود القاتم ديالو وديك الصوت الغريب اللي عنده. ملي دخلت جوجل بحثت عليه، جبرت شي معلومات مدهشه واللي تستحق نشاركها معاكم، وقلت علاش لا ما نشاركش مع احبابي والاصدقاء ديالي هاد المعلومات هذه، نيت تكون مفيده لكم. وصراحه مفيده كانت لي حتى انا، حيت تعرفت على هاد الطائر هذا واللي عجبوني بزاف هاد المعلومات اللي عرفت عليه. مهم خليكم معايا في هاد لا فيديو هذه اللي غادي تشوفوا حقائق مدهشه جدا. مهم خليكم معايا في الفيديو. اذا كنتوا جديدين في القناه ديالي، كنتمنى تدعموني بالاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. واذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تخليوا لي جيم وكومنتير اللي مزيون بحالكم. واذا عجبكم هذا المحتوى هذا، خلوها لي في لي كومنتير باش نبقى دائما نشارك معكم في حل هذه المعلومات. وخليكم معايا. الغراب هو جنس من الطيور ينتمي إلى فصيلة الغرابيات، وهو من الطيور المعروفة في كثير من أنحاء العالم، كما تتعدد أنواعه وأشكاله وفصائله، وإن غلب عليه اللون الأسود الذي يطلق عليه الغراب النوحي. يتميز الغراب بهيبة صوته الذي جعل الناس تتشائم من رؤيته أو سماع صوته. يطلق على هذا الصوت بالناعق، إضافة إلى لونه الأسود القاتم. يتميز أيضا بمستوى ذكاء مرتفع نسبيا مقارنة مع غيره من الطيور، حيث يمكنه أن يستخدم الأدوات ويبنيها كذلك. أنواع الغراب: توجد عدة أنواع من الغراب، أهمها ما يلي: الغراب الأسود أو الأسحم، يعتبر هذا النوع من أكثر أنواع الغراب انتشارا. يعيش في شمال أوروبا في الدول الإسكندنافية وإيسلندا وإيرلندا. هو منتشر في جميع أنحاء آسيا من المحيط الهادي إلى جبال الهيمالايا، ويوجد في الهند وإيران وشمال غرب إفريقيا وفي أمريكا الشمالية والوسطى. الغراب الأمريكي: يعيش الغراب الأمريكي في أمريكا الشمالية، وينتشر كثيرا في الأراضي الزراعية والأراضي المفتوحة التي تكثر فيها الأشجار. غراب القيد: يطلق عليه الغداف. يتواجد هذا الغراب في جميع أنحاء أوروبا وغرب آسيا وفي المناطق المفتوحة والسهول. الغراب النوحي: يعيش هذا النوع من الغراب في شمال إفريقيا، ويبلغ طوله حوالي 50 سنتيمتر، وهو غراب أسود اللون ما عدا الرقبة لونها بني. غراب السمك: يعتبر هذا النوع أصغر أنواع الغراب، ينتشر على الشريط الساحلي للولايات المتحدة الأمريكية. يتغذى هذا النوع من الغربان على الأسماك. يتميز بحجمه الصغير، حيث أنه يساوي حجم حمامة صغيرة تقريبا. له صوت مرتفع وحاد. غراب المنزل الهندي: يعيش هذا النوع من الغراب في دولة الإمارات العربية وعمان والسعودية. يبلغ طوله حوالي 40 سنتيمتر. يتميز هذا الغراب بلونه الأسود في منطقة الرأس والعنق والظهر والجناحين والذيل، وباقي الجسم لونه رمادي. غراب الذيل المروحي: يطلق عليه أيضا غراب البين. يتشائم منه العرب ويقولون أنه يجلب الخراب. يعيش في مصر والسعودية والصومال وفلسطين والسودان. له ذيل مروحي وجناح طويل، لونه أسود يميل إلى الزرقة. الغراب الأزرق: يعيش هذا النوع من الغراب في مصر وفلسطين وسوريا، ويبلغ طوله حوالي 43 سنتيمتر، ولونه أسود يميل إلى الرمادي.